ليه الصحاب مهمين في حياتنا؟ كنت سألتكم قبل كده عن المواقف الإيجابية مع أصحابكم وردتوا عليا وقلتوا لي كلام جميل وكتير عن جدعنة الصحاب وقت الشدة. تعالوا بقى سوا نتكلم عن الصحاب، وما تنسيش قبل ما نحكي لايك وشير وشوية الزراير اللي حواليا. أول حاجة بقى يا ست الكل، ليه الصحاب مهمين في حياتنا؟ علشان بيهونوا علينا ضغوط ومسؤوليات الحياة، وخصوصا الصحاب المهمين علشان بيوفروا لنا الراحة والفرحة والسعادة، لأننا لما بنبقى متضايقين وبنفضفض بكل اللي جوانا ما بيبقاش قدامنا غيرهم نحكي معاهم. الوحدة والعزلة حاجة وحشة قوي، محدش بيحب يعيش لوحده، لازم صحاب نتونس بيهم في حياتنا. كمان تكوين الصداقات ليه تأثير حلو قوي على صحتنا ونفسيتنا. تخيلوا الحياة من غير صحاب وانت وحيد، هتلجأ لمين وقت تعبك ووقت حزنك؟ ولما تبقى عايز تحكي حاجة كاتمها جواك مش هتعرف تطلعها غير لو ليك صحاب. انا بقى يا قروبة وحيد وما عنديش صحاب، اكون صحاب منين؟ عندك بقى اصحاب المدرسة واصحاب الجامعة والشغل واهلك وجارك وجارتك، ده غير ولاد العمة والعم والخال والخالة. على فكرة الصاحب مش لازم يبقى غريب عنك، ممكن يكون من دمك. طب يا قروبة انا هعرف صاحبي ولا صاحبتي دول جدعان ازاي؟ اول حاجه لما يبقى صاحبك مزنوق وتلموا له جمعيه وتقبضوا الاول، واللي تتعب فجاه وتروح المستشفى وانت تقعدي بعيالها لغايه ما تخف، واللي صاحبتها بتتجوز وما تسيبهاش خالص في التجهيزات، واللي بيعزل من بيت لبيت وتروح وتنقل وتوضب معاه، والمذاكره والملازم اللي كنا بنصورها لاصحابنا ايام الجامعه لما بيغيبوا. وخد بقى من ده مواقف كتير انتوا كتبتوها لي وانتوا عارفينها. نفرق ازاي بقى يا قروبه بين الصاحب الكويس والصاحب الوحش؟ هنبدا بالصاحب الكويس. الصاحب الجدع هو اللي تلاقيه واقف معاك وقت الشده وفي ظهرك كانه حد من اهلك، يزعل على زعلك ويفرح لفرحك. وعندك الصاحب الطيب ابو قلب ابيض، يديك النصيحه كانه بيكلم نفسه، لا بيتلائم ولا بيتخابس عليك. وعندك بقى الصاحب المعطاء اللي انت ما بتستخسرش فيه حاجه ولا هو بيستخسر فيك حاجه، علشان انتوا الاتنين حاجه واحده. والصاحب اللي يحب لك الخير ويدفعك ليه ويحب نجاحك ويفرح له. والصاحب اللي اهله تعبوا في تربيته وربوه على الصح والغلط والحرام والحلال. والصاحب الشبعان اللي متربي على طبليه ابوه. مين بقى يا ولاء الصاحب اللي مش كويس؟ اوعى تصاحب الشخص اللي ملوش عزيز، لانه غدار وهيبيعك في لحظه، ما بتبقاش عارف انت عملت ايه، بيقلب وبيتغير فجاه من غير ما يقول. وما تصاحبش الكذاب، لانه عمره ما هيبقى صادق معاك ولا بيقول الحقيقه ولا انت هتصدقه في كلمه، وطول الوقت قاعد بيحور وبيكذب عليك لغايه ما تزهق وتقطع صحوبيتك بيه. اوعى تصاحب اللي بوشين، قدامك بوش ومن وراك بوش تاني. يعني قدامك انت حبيبي وصاحبي ونور عيني، ومن وراك مقطع في فروتك. خلي بالك بلاش منه. ما تصاحبش النمام، لان في مثل بيقول من قالك قال عليك. زي ما بيتكلم معاك على حد هيتكلم عليك مع حد تاني. ما تصاحبش الغيار، لانه طول الوقت هيغير منك ويغل وهيحاول يوقعك، وطول الوقت هيحاول يضايقك علشان يثبت انه احسن منك. اوعى تصاحب اللي عنده سوء نيه طول الوقت، لانك مهما عملت له الحلو هيفضل طول الوقت شاكك في تصرفاتك وعنده سوء ظن ناحيتك. ما تصاحبش اللي علاقته وحشه باهله، لان اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. يعني ايه بقى صديق العمر؟ ده بقى اللي دايما جنبك، بيحبك بالوحش والحلو بتاعك، واللي مهما غبت عنه هو اللي يسأل عنك لأنه بيحبك وشريك وعايزك. ده بقى اللي بيقدم لك كل حاجة من غير مقابل، وبيسمعك على قد ما يسمع ولا بيزهق ولا بيمل، وطول الوقت خايف على صداقتكم ومحافظ عليها علشان انت عنده غالي ومش عايز يخسرك. صديق العمر ده نعمة ورزق كبير من ربنا، حافظوا عليه. وايه بقى هم يا قروب اصحاب المصلحة؟ ده بقى اللي ما تسمعش صوته ولا تشوف وشه الا لما يكون عاوز مصلحة منك، ويغيب ويرجع لما يفتكر انه ليه مصلحة عندك. يعني ما بيفتكركش الا لما بيكون ليه مصلحة عندك. اما بقى لو انت محتاج حاجة ملح وديه، مش هو بالنسبه له خلصت حاجتي من جارتي، لما يتصل بيك ما تردش عليه. اعملي بقى منشن لصديقه عمرك وقولي لها انت بتحبيها قد ايه.